عمرك أخدتي مهمة بسيطة كنتي متأكدة إنها ممكن تخلص في ساعتين، لكن فجأة لقيتي اليوم كله خلص وإنتي لسه فيها؟ مش لأنها صعبة ولا لأنك بتحاولي تزودي الجودة، لكن لأنك ببساطة فاضية ومفيش وقت محدد يضغطك. هنا يجي دور قانون باركنسون لإدارة الوقت، واللي بيقول إن الوقت المخصص لأداء أي عمل بيتمدد لحد ما يملى كل الوقت المتاح ليه. يعني لو سبت التاسك من غير مدة واضحة هياخد أكتر من حجمه الطبيعي حتى لو كان بسيط جدا. طيب هل الجودة فعلا بتزيد لما ندي وقت أطول؟ الحقيقة لأ، الدراسات بتقول إن الجودة مرتبطة بالتركيز مش بطول الوقت. وعشان كده لما تحطي لنفسك ديدلاين واقعي وتقولي مثلا المهمة دي ليها ساعتين وبس، هتتفاجئي قد إيه تقدري تنجزي فيها بتركيز أعلى ونتيجة أحسن. وهنا بقى ننتقل للقانون التاني، وهو تأثير زيجارنيك، واللي بيشرح سلوك غريب شوية بس حقيقي جدا. تأثير زيجارنيك بينص على إن الإنسان عادة بيتذكر المهام اللي لسه ما خلصتش أكتر من المهام اللي خلصها، لأن أي حاجة ناقصة بتعمل ضغط نفسي عليه، والإحساس ده بيخلي العقل يفضل عايز يرجع ويكملها. لكن خلي بالك، التأثير ده ما بيشتغلش غير على الحاجات اللي بدأنا فيها فعلا. يعني لو ما بدأتيش المهمة من الأساس، عقلك مش هيضغطك إنك تعمليها بعدين. خليني أديكي مثال بسيط. تخيلي إنك بدأتي ترتيب الدولاب، طلعتي الهدوم وحطيتي نصها بس، وبعدين سبتيه علشان مشغولة طول اليوم وانتي حاسة إن في حاجة غلط، وكل ما تعدي من الأوضة عينك تيجي على الدولاب وتحسي إنك لازم ترجعي تكملي. الإحساس ده هو تأثير زيجارنيك شغال، لأن المهمة بدأت ولسه ما خلصتش. نفس الفكرة بتحصل لما تبدأي تملي عربية التسوق أونلاين وتحطي شوية منتجات وبعدين تقفلي التطبيق، تلاقي نفسك رجعاله تاني تلقائي علشان تكملي الشراء. الذكاء بقى إنك تجمعي بين القانونين مع بعض، تبدأي بقانون باركنسون وتحددي وقت واضح للمهمة علشان ما تسرقش اليوم كله، وبعدين تنفذي حتى لو خطوة صغيرة. وهنا يجي تأثير زيجارنيك، يمسك عقلك ويخليه مش مرتاح غير لما يكمل اللي بدأه. يعني حددي الوقت واشتغلي وسيبي عقلك يكمل الباقي لوحده.